ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل مع بعض اكله بسيطه جدا وسهله. بنروح المطعم بنطلب الوجبه دي، بنطلب فتة الشاورما بتحط جوه الطاجن كده، والساندوتش بس شاورما. شوفي بيكلفك قد ايه. تعالي بقى نعمله مع بعض بطريقه سهله جدا، وهنعمل مع بعض وجبه كبيره جدا مش هيكلفني خالص زي ما بصرف بره. تعالي، مش هطول عليك الفيديو، تعالي اقولك انا عملت ايه. هنعمل مع بعض التتبيله اللي احطها على البانيه. انا جبت هنا كوبايه من الزبادي وعليها كاتشب، يجي معلقتين او 3 من الكاتشب، وبحط عليها ليمونه كبيره وتوم مفروم والتوابل بتاعتها بسيطه جدا. عباره عن معلقه كبيره من الكاري الحار، وبحط فلفل اسود، وبحط ملح. والتوابل دي كلها انا هحطها لكم في صندوق الوصف. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وانا جايبه البانيه ومقطعاه مكعبات صغيره. بصي هنا بعد ما قلبتهم كويس، هنا ادي البانيه بتاعي. بحط التتبيله كلها على البانيه وبقلبهم كويس، وسبت هنا عشان تشرب من التتبيله، سبتها فوق الساعتين. بعد ما قلبتهم مع بعض كويس جدا، انا سبتها هنا عشان تشرب من التتبيله. بعد كده انا جبت صينيه حطيت فيها معلقه صغيره من زيت الزيتون، وبعد كده بروح حاطه التتبيله بتاعتي. بتقلبيها كويس. طبعا انت هنا ما بتحطيش ميه خالص. بعد ما بتعلي النار بتروحي مهدياها خالص عشان تنزل بقى ميتها وتستوي كويس جدا من غير ما تحط لها بق ميه. بعد كده انا عندي هنا اي فلفل بقى عندك تحطيه بيدي طعم حلو. فلفل الوان ده بيبقى مسكر جدا في الاكل. بشوحهم مع بعض لغايه بس ما تشرب الميه اللي نزلت من الفراخ. بصي بعد كده انا جبت العيش ده، العيش الكبير انا قطعته حتت صغيره كده عشان هبدأ احمصه في الفرن، وحطيت رشيت عليه زيت زيتون. تقلبيهم كويس كده وتحطيهم بس في الفرن لغايه اول ميكرويف او اي حاجه عندك ان هو بس ايه يتحمص معاكي. عشان هنا انا هعمل الفته. تعالي بقى نعمل مع بعض الرز. حطيت معلقه كبيره من السمنه. بعد ما ساحت معايا ببدأ احط التوابل بتاعتها. احط ليمون جاف وورق لوري وحبهان، وعندي تتبيلة الرز البسمتي. بشوحهم كلهم مع النار، بيدي ريحة حلوة قوي. لو كترتي في التتبيلة دي مش هيجرى حاجة. انا ما بحطش ملح دلوقتي خالص الا لما بعد ما احطهم، يعني احط الرز والمية وابدأ ادوق اشوف محتاج ملح ولا لا. بعد ما شوحتهم كده على النار، طبعا انا الرز البسمتي هنا نقعاه لمدة ساعة وصفيته. مرة عملت الرز البسمتي ده معاكم بجزر مبشور. لا انا عملته كده صفي عادي كده من غير حاجة يعني، برضو طعمه جميل جدا. وطبعا انتي بتغلي مية، متحطيش مية باردة.
بتقعدي تقلبي كده فيه شوية لغاية ما يديكي ايه، يفلفل معاكي كده. طبعا انا غالية هنا مية. بعد كده انتي بقى بتدوقي تشوفي، لان التتبيلة دي حلوة قوي، ممكن ما تحتاجيش تحطي ملح كتير. وهنا بقى بسيب الرز بقى بيستوي. بتحطي هنا بقى الملح، وطبعا انتي بتدوقي خلاص بتعرفي هو محتاج ملح ولا لا تاني. ان تتبيلة الرز البسمتي ده حكاية جميل جدا، مش محتاج ان انت تحطي ملح كتير. تعالي نعمل مع بعض بقى الصوص اللي بيتحط على الشاورما. هنا حطيت هنا كوبايتين زبادي من الكبار، وحطيت عليها معلقة كبيرة من الطحينة، وعندي توم مفروم، وليمونة، بقلبهم كده كويس مع بعض. عايزة اقولك الصوص ده طعمه حلو جدا. بحط له هنا حبة ملح مش كتير، معلقة من الملح صغيرة. بصي المحلات بقى بيخففوها بقى بمية. كده خلصنا مع بعض الصوص. تعالوا بقى نعمل ايه الساندوتش بتاعنا. بتجيبي كده العيش السوري. العيش السوري ده اللي انا قطعته وحمصته. طبعا زي ما انت حابه. إيه، في اللي عايز يحط من نفس التتبيله اللي انا عملتها دلوقتي، الصوص اللي بتحط على الشاورما، وفي اللي حابب يحط كاتشب وعليه مستردة. طعمه جميل جدا على فكره. بعد كده الشاورما بتاعتي، طبعا انت بتفضلي تشوحي الشاورما، لازم تبقى ما تبقاش فيها ميه خالص ولا نقطه ميه، تبقى بالشكل ده كده. بعد كده بقى انا عندي كابتشو حطيت منها، بيدي طعم حلو، وبتقفلي الساندوتش بتاعك. مش برضو في المحلات بتعمل كده؟ شوفي بقى الساندوتش لوحده كان بكام يعني. عملت واحد تاني بنفس الصوص اللي انا عملته، الزبادي والطحينة. على فكرة طعمها حلو قوي. بصي الشاورما متشوحة لدرجة ان انتي ما يبقاش فيها نقطة مية. وحطيت الصوص اللي انا عملته بتاع الشاورما، على فكرة حلو قوي وطعمه جميل جدا وخفيف كده، مش طعمه مش مازز، لا حلو قوي. وده الساندوتش التاني. طبعا لو عندك مايونيز برضو جميل قوي، المايونيز برضو عليها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الطاجن الفتة. ادي العيش اللي انا حمصته، واحط عليه برضو من نفس الصوص اللي انا عملته بتاع الفتة، عشان يطري العيش يبقى طعمه حلو، بيدي طعم حلو قوي.
والرز هنا عملناه طلع مفلفل وجميل جدا. شوفي بقى الطاجن ده بره بجد بأمانة دفعت فيه مبلغ، ما كلفنيش حاجة في البيت وسهل جدا نقدر كلنا نقدر نعمله. بص الرز مفلفل ازاي وجميل جدا، وطعم التتبيلة بتاعت الرز البسمتي حكاية، مدي طعم حلو قوي. بعد كده بحط عليه بقى الشاورما، وبرجع احط الصوص تاني بتاع الشاورما. عايزه اقولك الطاجن ده حكايه وطعمه حلو قوي. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. وادي عملنا مع بعض طاجن الفته، فتة الشاورما، وعملنا الساندوتش، وعملت سمبوسة بالجبنة وعليها زعتر وجبنة وعليها شبت، اكنك قاعدة في المطعم بالظبط. واحلى كمان شوفي بره هتدفعي مبلغ قد ايه، وفي البيت مش هيكلفك حاجة خالص، وهتعملي حاجة نظيفة. ويا رب يكون الفيديو عجبك النهاردة، ولو عجبك الفيديو متنسيش بقى تعملي لايك وشير. ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة مطبخ نيمو طلعت، والف هنا وشفا.